عمرك حسيت إنك ناجح في شغلك بس من جواك فاضي؟ أو العكس قريب من ربنا بس حياتك العملية واقفة مكانها؟ الحقيقة إن النجاح مش طرف واحد، النجاح هو التوازن بين ده وده اللي هنعرفه النهارده. في ناس كتير بيدوروا على النجاح في الفلوس والشغل وبينسوا إن في نجاح أهم وهو الدين، وفي شباب تانيين بيركزوا على الدين بس وبيهملوا الدنيا. بس هل ممكن نجمع بين الاتنين؟ لو سألت أي شاب وقلت له نفسك تبقى ناجح هيقولك آه طبعا، بس السؤال هنا عايز تبقى ناجح في الدنيا بس ولا حتى في الدين بس، ولا عايز تبقى ناجح في الاتنين مع بعض؟ لو وقفت كده لوحدك وقلت انا عايز انجح في حياتي، فهنا في سؤال، وهو ان النجاح ده اصلا معناه ايه؟ شغل وفلوس ولا نجاح في الدين والاخره؟ والحقيقه ان النجاح مش طرف واحد، النجاح الحقيقي هو انك توازن بين الحياه العمليه ودينك، وده اللي هنتكلم عنه دلوقتي. فخلينا كده في البداية نعرف النجاح ايه هو. لازم تبقى عارف يا صديقي ان النجاح مش مرتب ولا منصب عالي، النجاح الحقيقي هو انك تبقى انسان راضي عن نفسك وقريب من ربنا. لازم تعرف ان في ناس معاها فلوس بس مش مبسوطة، وفي ناس قلوبها مليانة ايمان وسلام حتى لو بسيطة. لو اتكلمنا عن النجاح العملي فهو انك تطور نفسك طول الوقت، اتعلم مهارات جديدة واتعب النهاردة عشان ترتاح بكرة، وخلي عندك هدف واضح تمشي وراه. اما النجاح الديني فصلاتك هي اساس نجاحك، واللي يحافظ عليها ربنا يبارك له. اجعل ضميرك حي في كل تصرف، وعامل الناس باخلاقك قبل كلامك، واقرأ القرآن ولو صفحة في اليوم، لأن دي حاجة هتزود طاقتك. أما عن التوازن بين النجاح الديني والعملي فإنك تحدد هدفك العملي، مثلا وظيفة أو بزنس أو مهارة، وبعد كده أربطه بهدف ديني. مثلا أنا عايز أكون ناجح علشان أقدر أساعد غيري وأعمل عمل خير. كمان نظم يومك بين الشغل والعبادة، ولازم تبعد عن أي عادة بتضيع وقتك أو تبعدك عن ربنا. يا صديقي عايزك تعرف إن النجاح مش مشوار قصير، النجاح رحلة، وكل ما مشيت فيها بخطوات موزونة بين دينك ودنياك هتلاقي حياتك كلها متوازنة. اشتغل كأنك تعيش أبدا، واعبد ربك كأنك تموت غدا.